في خطوة أنهت واحدا من أكثر الملفات الرمزية والجدلية داخل المدينة العتيقة، أسدل الستار بمدينة فاس مساء الجمعة على قصة قبر سيدي المخفي، بعد نقل رفاته بشكل رسمي إلى مقبرة أبي بكر العربي، لينتهي بذلك حضور استثنائي دام لعقود طويلة وسط حي بوجلود التاريخي، غير بعيد عن ساحة بوجلود الشهيرة التي تعد من أبرز معالم المدينة القديمة. وكان القبر يوجد داخل فضاء صغير ومعزول نسبياً، في منطقة شهدت منذ ستينيات القرن الماضي تحولات عمرانية واسعة، بعدما جرى تفكيك أجزاء كبيرة من مقبرة قديمة كانت تمتد بالمكان. ورغم اختفاء معظم معالم تلك المقبرة مع مرور السنوات، ظل قبر سيدي المخفي قائماً بشكل منفرد في مشهد أثار انتباه سكان المدينة وزوارها، وفتح الباب أمام تساؤلات متكررة حول الأسباب التي جعلته يبقى في موقعه بينما اختفت بقية القبور المحيطة به. ومع مرور الزمن، تجاوز القبر كونه مجرد معلم جنائزي قديم، ليتحول إلى جزء من الذاكرة الشعبية لساكنة فاس، حيث ارتبطت به روايات وحكايات متعددة تناقلها السكان عبر الأجيال. بعض هذه الروايات أضفى عليه طابعاً روحياً وغامضاً مرتبطاً بالموروث الشعبي المحلي، فيما اعتبره آخرون مجرد شاهد تاريخي متبق من مقبرة قديمة لم تشملها عمليات الترحيل وإعادة التهيئة التي عرفتها المنطقة في فترات سابقة. هذا التداخل بين الحقيقة التاريخية والأسطورة الشعبية منح سيدي المخفي مكانة خاصة داخل المخيال الجماعي للمدينة، وجعل منه واحدا من أكثر المواقع إثارة للفضول داخل النسيج العتيق لفاس، خصوصا لدى الزوار الذين كانوا يتوقفون عند القبر بحثا عن قصته وخلفيات وجوده وسط منطقة تعج بالحركة والحياة اليومية. وبإتمام عملية نقل الرفاة إلى مقبرة أبي بكر العربي، يطوى عمليا فصل طويل من الجدل والأسئلة المرتبطة بهذا الموقع، الذي ظل لسنوات حاضرا كرمز غامض أكثر من كونه مجرد قبر عادي. ورغم اختفائه من مكانه الأصلي، فإن سيدي المخفي سيبقى حاضرا في ذاكرة المغاربة، باعتباره جزءا من التاريخ غير المكتوب للمدينة العتيقة، ومن الحكايات الشعبية التي صنعت خصوصية فاس عبر الزمن.